أهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من مدخل إلى علم نظريات الموسيقى. أنا أولا مبسوط جدا بكل التعليقات اللي كانت بتجيلي سواء من أصدقائي أو الناس المتابعين للبرنامج، ومبسوط جدا جدا إن هما كمان بيقولوا لي إن إحنا استفدنا وفي حاجات جديدة اتضافت لهم في السلسلة ديت. النهاردة زي ما قلت لكم هلعب مزيكا وهنقعد نحللها كده موسيقيا ونشوف ازاي استخدمت الحاجات اللي احنا خدناها في الكورس. محضر لكم مزيكا حلوة، يعني فيها بعض الحاجات اللي استخدمتها ولكن فيها شغل كتير، دايرة الخمسات والربعات برضو، وهي ستايل بتاعها يعني غريب شوية، يعني ممكن تقول عليها هارد روك بس غريبة شوية. عاوز اقول لك برضو ان الكورس ده جزء من العلم اللي انا درسته في الجامعة. ده كان فعلا كتاب اسمه مدخل إلى علم نظريات الموسيقى. طبعا في حاجات ادفانسد عن كده، بس ده يعتبر حاجة مبسطة عشان تقدر تستخدمها سواء وانت بتألف مزيكا او بتلعب سولو. يلا بينا نحلل الموسيقى وشوف استخدمت ايه وعملت ايه بس بعد الفصل الموسيقي. اهلا بيكم في الجزء العملي من مدخل الى علم نظريات الموسيقى. حصة النهاردة حصة فيها اضافات، مش بس ان احنا هنراجع على القديم، لا انا في شوية حاجات زيادات عشان تبقى ملم بحاجات اكتر ومور ادفانسد اكتر بالنسبة للكورس. في المقطوعة اللي احنا شفناها ديت اتمنى تكون عجبتك، وهي بالمناسبة مزيكا انا عاملها لألبوم جديد انا شغال عليه، قلت ان احنا نستخدمها كنوع من انواع الماتيريال اللي احنا نجربها يعني. فتعالوا نشوف الريدم جيتار والكوردز اللي انا استخدمتها تلاقيها مكتوبة تحت، وبعد كده تعالوا نحللها واحدة واحدة ونشوف الكوردز الجديدة او الكوردز اللي احنا استخدمناها عاملة ازاي. يلا بينا. دلوقتي نخش في اول نقطة، وهي الكوردز اللي انا استخدمتها في التراك. اولا كانترودكشن استخدمت جي ساس 2 والاف ساس 2. الساس ديت يعني معناها suspended، ودي بتبقى نغمة اضافية او نغمة مش موجودة في السيركل بتاعة الكوردز، بتبقى زيادة على الكوردز. تعال نشوف السسبندد ديت بتتعمل ازاي، وبعد كده نرجع تاني لبقية الكوردز اللي انا استخدمتها.
الكورد ده من فصيلة الترايدز، بس هو فيه 4 نغمات. هنشوف في الاخر خالص وصل للترايدز ازاي. اولا الكورد عندنا بيتكون من الروت نوت بتاعتنا الاساسيه والثالثه والخامسه، بس كسسبندد 2 معناه ان في النغمه رقم 2 موجوده زياده على دول. تعال نشوف الكورد عندنا بيتكون ازاي. عندنا ده الجي اللي هو الروت بتاعنا، والثالثه بتاعته البي فلات، والخامسه الدي. دول الثلاث نغمات الاساسيين بتوعنا. عاوزنا نضيف النغمه رقم 2 اللي هي الاي. هل الكورد السسبندد ده بيتعزف الاربع نغمات دول؟ الحقيقه لا، هو بيتعزف 3 فقط، والسبب انه بيشيل النغمه الثالثه اللي هي البي فلات، بيتشال وتتحط مكانها السكند الثانيه اللي هي السسبندد 2. فيبقى الكورد عندي الروت والثانيه والخامسه، ده كل السسبندد 2 والفور كمان، لان في ساس 4 نفس الفكره، بس بدل ما يبقى 2 بيحط نغمه الفور. تعال نرجع تاني للكورد بروجريشنز اللي انا استخدمتها. في الفيرسز استخدمت برضو الجي ساس 2 والاف ساس 2 واي فلات ميجر 7. الميجر 7 ده احنا ما خدناهوش، يعني انا شرحت لك بناخد ازاي الميجر، بناخد ازاي الماينر، ما قلتلكش ازاي بناخد الميجر 7. ده الشارت بتاعت الميجر 7. الميجر 7 كورد رباعي مش ترايدز زي الساس 2 وبقيه الكوردات اللي احنا خدناها. رباعي يتكون من ايه؟ الروت والثالثه والخامسه، دول اساسيين زي بقيه الكوردز اللي عندنا، زائد عليهم الميجر 7. الكورد اللي كان ظاهر قدامنا في الشارت كان اسمه اي فلات ميجر 7. طيب الروت بتاعتك هتبقى اي فلات، بعد كده هنا نغمه الجي، تعال نعد من اي فلات اي اف جي، اوكي ده اللي هي الثالثه. هنا بقى الجي نعد كمان 3 علشان نوصل للنغمه الخامسه، هتبقى بي فلات. اذا الروت الاي فلات، الثالثه الجي، الخامسه البي فلات. النغمه السابعه بقى اللي هي الميجر 7 اللي هي عباره عن ايه، او هي نغمه ايه؟ نغمه الدي. تعال نحسب من الاي فلات اي اف جي A B C D، دي النغمة السبن. في فرق ما بين ميجر 7 والسبن. الميجر 7 ده عبارة عن النغمة الأساسية في السكيل، فبيسموها ميجر 7. أما السبنث العادية بتبقى النغمة مش موجودة في السكيل، يعني باختصار بتبقى النغمة رقم 7 برضو، بس بينزلها نص فلات، يعني بيحسبها مثلا لو هتبقى دي فلات، ده يبقى كده اسمه 7th عادي. ده كده الكوردز الميجر 7 وال7. كده انت تبقى لامم حاجات كتير قوي على فكره في الكورس ده، يعني الميجرز والماينرز والسسبنددز والسيفنث والميجر 7 كمان. خش تاني على بقيه الفيرس، عندنا البي فلات ميجر 7 نفس برضو القصه بالظبط، وبعد كده السي ماجير زي اللي احنا خدناه الميجر وبيتكون ازاي وهكذا. خش في الكورس برضو ما فيهوش حاجه جديده، الجي ساس 2 والسي والاي فلات ميجر 7 والبي فلات ميجر 7 والدي، كل ده بيزد اون الجي ماينر سكيل. يعني في الاخر ده السكيل بتاعنا اللي انا شغال عليه، الجي ماينر سكيل. تعالوا نشوف هنا كده، ده السكيلز اللي انا استخدمتها دول. اللي فوق ده اللي هو الجي ماينر سكيل، واللي تحت الماجير بتاعه. زي ما قلت لكم قبل كده في المقامات الكنائسيه ان احنا عندنا دايما لكل سلم ميجر الماينر بتاعه اللي هي نغمه رقم 6، والبي فلات ده الميجر الاساسي بالنسبه للجي ماينر. طب لو انا عندي ماينر عاوز احسب الميجر بتاعه اعمل ايه؟ في ان انت تقعد تحسب 6 نغمات، اقعد ارجع 6 نغمات. وفي طريقه تانية ان انت تحسب 3 نغمات تزودهم من الجي، يعني جي اي بي، اذا ده الميجر بتاع السكيل. خلي بالك المعلومات اللي انا بقولها دي مهمه جدا. اذا عرفنا الميجر اللي هو بي فلات ميجر، وعارفين ان ده سكيل الماينر بتاعنا. النغمات اللي عليها الدوائر دي النغمات اللي انا استخدمتها في الكورد بروجريشن اللي احنا شفناه. كورد بروجريشنز بالنسبه للسكيل الماينر، الجي ماينر اهو اول حاجه خالص، تمام. وبعد كده البي فلات دي النغمه رقم 3،
وبعد كده السي نغمة رقم 4، بعد كده دي نغمة رقم 5، بعد كده الاي فلات نغمة رقم 6، بعد كده الاف نغمة رقم 7 من السكيل الماينر. طيب تعالى نشوف بالنسبة للبي فلات الكورد بروجريشن بالنسبة للبي فلات ميجر. استخدمت البي فلات ميجر، بعد كده استخدمت السي، بعد كده استخدمت الدي اللي هي البعد الثاني والبعد الثالث من السكيل، والبعد الرابع الاي فلات، والبعد الخامس الاف، والبعد السادس الجي. السابع ما استخدمتوش اللي هي الاي، والنغمة الثانية التكرار يعني دي محطوطة بس للمعرفة. يعتبر استخدمت كروماتيك من البي فلات لحد الجي، كل النغمات بستخدم. بس انا عملت تريك كده في الكورد بروجريشن ديت علشان تديك طعم مختلف عن السكيلز العادية او عن الطريقة العادية. طيب تعال نشوف كده شكل كده هيبقى ممكن غريب بالنسبة لك شوية. الشكل اللي قدامك، الشكل الهندسي ده اللي قدامك سداسي في النغمات كلها اللي موجودة في السكيل الماجير اللي هي بي فلات، سي، دي، اي فلات، اف، والجي. وكل واحدة من دول هتلاقي فيها ايه علامة جنبها. يعني مثلا فيها البي فلات دي واخدة نجمة، والاي فلات واخدة نجمة نفس النجمة، والاف واخد نجمة. النجوم ديت يعني معناها ميجرز، كورد ميجر. يعني الاولى والرابعة والخامسة دايما في كل السكيلز الميجر بتكون ميجر كورد. خلي بالك المعلومة دي مهمة، الأولى والرابعة والخامسة دايما بيكونوا ميجر. النغمات اللي واخدة السهم الأخضر زي السي والدي والجي اللي هي التانية والتالتة والستة دول بيكونوا ماينر. بقول لك اهو معلومات مهمة. وكاتب لك جنب كل نغمة المقام الكنيسي بتاعها: الايونيان، دوريان، فريجيان، ليديان، ميكسوليديان، وايوليان. طبعا في انا مش كاتب اللوكريان لان انا ما استخدمتوش اللي هي نغمة الايه، ما استخدمتهاش فما كتبتهاش. وبرضو يعني الشكل الهندسي يبقى شكله عجيب فخليتها كده شكلها احسن. اولا البي فلات استخدمته ميجر عادي خالص. السي المفروض ده يكون ماينر، عملته ميجر فاداني طعمه مختلف في السكيل اللي انا بستخدمه. والتالتة المفروض اللي هي ماينر اللي هي الفريجيان اللي انا في البيزد الميلودي اللي انا عامله في الكمانجات والحاجات ديت مدي الفيلينج الفريجيان الى حد ما، ده برضو عامله ميجر. الاي فلات اللي هي الليديان ده ميجر، ده برضو مستخدمه ميجر عادي بس عامله ميجر 7th. والميكسوليديان اللي هي النغمة رقم 5 مستخدمها برضو وعامل لها suspended ده يعتبر كورد ولا هو ميجر ولا هو ماينر. والسبب لان النغمة رقم 3 اللي انا يعني النغمة الاساسية اللي هي التالتة اللي بعرف بسببها اذا كان ده كورد ميجر او ماينر انا شايلها وحاطط مكانها التانية فبيبقى كورد عايم كده، مبيبقاش متعرفش اذا كان ميجر او ماينر. فده بيبقى حلو جدا الناس اللي بتلعب شرقي او الناس اللي بتلعب ستايلات سيكا او حاجة زي كده بيستخدموا الكوردات دي سسبندات كتير وحاجات زي كده، لانه ما تقدرش تجيب النغمات بتاعته ايه وتقدر تلعب عليه حاجات تانية براحتك يعني. وبعد كده الايوليان اللي هو المفروض ماينر انا لاعب الكورد بتاعه سسبندد برضو اللي هو عايم ولا هو ميجر ولا هو ماينر. اذا استخدمت كل الكوردات اللي موجودة في المقطوعة ديت كلهم ميجرز اللي هم 6 كوردات ميجر كلهم ميجر. تعالوا دلوقتي اسمعكم السترينجز بس صوتها عامل ازاي والمود بتاعها عامل ازاي. فيها جزء كده من الشجن كده حزني شوية، دايما الحتة دي بتبقى فريجيا، فده اللي انا عملته في الجزء بتاع السترينجز. بالمناسبة الكوردز اللي انا بلعب عليها في السترينجز هي دي، تمام؟ دي كورد بروجريشن بتاعت الكورس.
اللي هي جي ساس 2 والسي والاي فلات ميجر 7 والبي فلات ميجر 7 والدي. ده الكورس اللي انا مستخدمهم في الجزء بتاع السولو اللي انا عامله لكم ده. السولو اللي انا استخدمته كنت بحاول بقدر الامكان امشي مع النغمات اللي انا استخدمتها ككوردز، مش بمشي على السكيل الميجر او الماينر بس، لا انا كنت بحاول بقدر الامكان ان انا امشي على الكوردز، لان انا مستخدم كوردات كلها ميجر، بس انت سامع ورا الموضوع تحس ان هو ماينر، وعلى الرغم ان كل الكوردات كلها ميجر. فدي كانت حته يعني تريكي شويه. معظم الحاجات اللي انا بألفها بتبقى كده، فيها حاجات كده تريكي. غرض ان انا بحب اتحدى نفسي، بحب اعمل حاجه فيها مور تشالنج ليا، سواء كان تسجيل سواء كان كوردات، حاجه زي كده. عاوز ده يبقى اسلوب حياتك عامه في التحليل. انت تسمع الكوردات وتحاول تفسرها وتحاول تشوف ده علاقته ايه بده وده علاقته ايه بالكورد الاصلي مع السكيل مع السولو مع الحاجات ده يبقى اسلوبك. ان انت حاول بقدر الامكان تشغل ودانك، تمرن ودانك اكتر، تحاول ان انت تفهم اللي انت بتعزفه اكتر، مش مجرد ان انت تلعبه بس وخلاص، لا اتعلم واعزف وشوف وحلل اللي انت بتعزفه عشان تتعلم منه اسرع واكتر واحسن، وتبقى عندك معلومات اكتر ملم بيها اكتر. فدي حاجة هتفيدك جدا جدا جدا. وفي نهاية السلسلة أتمنى تكون استفدت من كل السلسلة على بعضيها، وكمان حابب ان انت تعمل شير الحلقات ديت والسلسلة ديت لزمايلك اللي حابين يتعلموا مزيكا. برضو عاوزين نوصل للناس اكتر. كمان عاوز اقولك برضو ان في حلقات هعملها تحليل موسيقى لأغاني هختارها، او برضو اغاني انتوا تقولوا لي عليها، هحللها لكم موسيقيا ونشوف فيها كوردات ايه ولعب سكيلز ايه واستخدم ايه وايقاعات ايه وهكذا، بطريقة تريك بياضه، بس طبعا اقل شويه لان الراجل ده عنده ابسولوت بيتش وحاجه قويه قوي. فبرضه اتمنى ان انت تخش تكتب لي في كومنتس عاوز تسمع ايه، عاوز تشوفني بحلل موسيقيا ايه سواء عربي او غربي. ممكن امسك الاغاني العربي بتاعتنا شويه لان يعني فيها شويه حاجات كده ايه عاوز ابقى اقول لكم عليها. اتمنى اكون ان انت ضفت حتى لو معلومه صغيره للمعلومات اللي معاك. انتظروا السلسله الجديده واشوفكم بعدين.